اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. بعتذر على صوتي يا جماعة عشان طبعا عندي شوية برد تعبني شوية، شفانا الله وعافانا جميعا يا رب. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أول يوم رجب، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا ونشوف فيها ويحقق لنا كل اللي بنتمناه يا رب. النهارده باذن الله زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي تتوالى وصفات الشتاء الجميله واكلات الشتاء الجميله بتاعتنا. السبانخ الخضراء الجميله، ام راس حمرا دي الحلوه، هنعملها ان شاء الله مع بعض النهارده، وهنشوف وهنعرف ازاي نفرزها مع بعض وازاي طريقتي فيها بعملها ازاي. بتمنى ان ده كله يعجبكم. وطبعا قبل ما ندخل ونشوف السبانخ ونشوف جمالها وحلاوتها، سبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا عشان نكبر بيكم ومعاكم احلى متابعين في الدنيا. حبايب قلبي، اول حاجه كده تعالوا مع بعض نقول احنا بنختار السبانخ ازاي. السبانخ لازم تكون، طبعا السبانخ دي من اكلات الشتاء الجميله جدا. هي موجود منها في الصيف بس بتبقى موجوده اللي هي الطويله اللي هي عامله زي السلق دي. فانا طبعا بحب جدا اللي هي بتاعت الشتاء دي. ولو هتفرزي فرزي اللي هي السبانخ الصغيره. هاتي السبانخ الصغيره اللي الراس بتاعتها بتكون حمرا زي ما انتم شايفين كده. ما يكونش تكون ورقتها خضرا كده وجميله، وتكون ورقتها خضرا وعريضه كده وحلوه. جبت السبانخ زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بدأت ان اول حاجه بتنضفيها، بتجيبي كده صينيه وتحطيها فيها وتنضفيها. طلعي كل الورقه الصفراء، الورقه اللي هي ملهاش لازمه، وتركنيها على جنب. طبعا في خضره كمان بلدي يا جماعه، دي بنجيبها من الارض بتاعتنا بقى، بتبقى جميله جدا، بتخلي ريحه السبانخ توصل لاخر الدنيا. مسكنا السبانخ زي ما انتم شايفين نضفناها، وهنبدأ بقى نخرطها مع بعض، بس طبعا هنغسلها الاول. وبرده نفس الحكايه، الخضره بيطلع فيها بقى حاجات كده من مكان الزرع بتاعها، وبيبقى فيها مثلا بواقي كده، يعني حاجات ملهاش لازمه. بنبدا نخرجها ونمسك الخضره ننضفها، وبنقطع الجزء اللي فوق دوت خلاص ملوش لازمه، وهنبدا نخرطها مع بعض. عايزه تفرزي السبانخ، هقول لك فرزي السبانخ ازاي، والطريقه بتاعتي اللي بفرز بيها السبانخ، وطريقه طبخي برده في السبانخ هعرفها لك. اما بالنسبه بحط لها ايه، انا بحط لها كزبره، بحط مثلا حزمه كزبره وحزمه شبت. انت زي ما بتحبي حطي، بس هو دايما الكزبره حبيبه السبانخ يعني. نضفت الخضار بتاعي وظبطته زي ما انتم شايفين، السبانخ معايا والخضره. وده خلاص بقى كده ملوش لازمه خالص، هنركنه على جنب. وهناخد الخضار بتاعنا ده بقى نغسله بالخل والميه 3 4 غسلات كده تحت الحنفيه ونصفيهم، ونرجع بعد كده نيجي نخرطهم مع بعض. بالنسبه لتقطيع السبانخ بقى، اول حاجه طبعا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، جبت القطاعه وبدات اقطع على القطاعه. عايزه تقطعي بالسكينه على طول مفيش مشكله، زي ما يريحك اعملي. بس اول حاجه كده هاتي السبانخ، وخدي بقى الراس الحمراء دي واركنيها كده على جنب، عشان هقول لك هتعملي فيها ايه. هي اللي هتطعم لك السبانخ وهتخلي السبانخ زي الفل معاكي. اوعى ترميها، خليها وهتفرحي بيها وهتاكلي احلى سبانخ. بدأت أقطع السبانخ، وطبعا يا ريت تقطيع السبانخ يكون صغير. أنا ما بحبش السبانخ اللي تكون متقطعة تقطيع كبير. ما تقوليليش بقى لا أنا هحطها في الحلة وهي هتتغير ولا مش هتتغير، لا بتبقى طويلة برضو، التقطيع بتاعها بيبقى طويل زي ما هو. فكل ما السبانخ تقطعها يكون صغير كل ما تبقى حلوة معاكي، وتيجي تاكليها كده يعني تحسي بطعمها وجمالها. طبعا بتقطعي السبانخ ومعاكي بقى بوله كده بتحطي جنبها، وبتجيبي طبق صغير بتحطي فيه الروس اللي هي الحمرا دي مع بعض. اكلات الشتاء جميله يا جماعه، واكلات الشتاء حلوه جدا. وفي الشتاء ديت كل حاجه بتعمليها لولادك بجد بتبقى تحفه. فهاتي الاكلات ديت واعمليها وفرزيها، هتنفعك في رمضان. لو بتحبي التفريزات وبتحبي تحطي، هاتي بقى دلوقتي كل حاجه عايزه تعمليها موجوده، لان الخضار بتاع الشتاء بيبقى جميل جدا وكتير. زي ما انتم شايفين بقى يا حبايب قلبي، بنفس التقطيع برضو بقطع السبانخ كده. طبعا ما تتلخموش في السبانخ وتقطيع السبانخ وشكلها الجميل ده بصراحة اللي عاجبني قوي. وتنسوا تحطوا لي لايك. يلا بقى كده، صحصحوا كده وادخلوا حطوا لي لايك. وبرده بنفس الطريقة، برده الروس اللي هي الحمرا دي ركنتها على جنب. خلصت بقى هنا، قطعت السبانخ وكمان قطعت معاها الخضرة. بس طبعا هعمل ايه بقى، هركن الخضرة بتاعتي دي على جنب خالص، لان انا مش هعمل فيها اي حاجة. وهجيب الحلة اللي انا هعمل فيها السبانخ او هكمل فيها الطبيخ بتاعي، وهنزل بالسبانخ على طول في الحلة. دي طريقتي المفضلة اللي بعتمدها، وهتاكلي والله احلى سبانخ.
هنعمل ايه؟ احنا هنهبط السبانخ على النار، مش هحط لها ميه، مش هحط لها اي حاجه، مش هحط معاها الخضره، انا هسيب الخضره على جنب لوحدها. هاخد السبانخ بتاعتي احطها على النار، ههدي النار عليها شويه، مش هحط عليها ميه، مش هحط عليها اي حاجه، زي ما هي كده. بعد ما غسلتها وقطعتها هرفعها على النار وهوريكم هعمل ايه. طبعا هي دلوقتي على النار زي ما انتم شايفين، ههدي النار عليها وهسيبها تهبط لوحدها، تنزل الميه الخضراء بتاعتنا. ما تقوليليش بقى، انا دماغي صعيدي يا جماعه، ما تقوليليش بقى غذاء، ما تقوليليش حديد، ما تقوليليش بروتين، ما تقوليليش اللي ما تقوليليش اي حاجه خالص. مش هقتنع على بالطريقه بتاعتي، ان الميه الخضراء دي بتخضر الطماطم، بتخليها خضراء، وفي نفس الوقت ما بتدينيش الطعم بتاعي الحلو اللي انا عايزاه. انا مش هسويها، انا بس هبطها زي ما انتم شايفين كده. سامحوني بقى النهارده كده على طريقتي في الكلام، لان والله تعبانه جدا يعني، اللهم لك الحمد والشكر يعني. هبطت السبانخ زي ما انتم شايفين، وانا مش عايزه منها غير كده، ان هي تهبط خالص معايا، تنزل الميه الخضراء. هاخدها بقى تحت الحوض، اشطفها شطفه كده من الميه اللي فيها، واحطها في مصفى، واسيبها على النار، واسيبها كده على جنب تصفي الميه اللي فيها خالص. وطبعا جيت بقى رحت جايبه طبعا حله وحطيتها على النار زي ما انتم شايفين، واي ماده دهنيه بتحبيها. هي عامه بتحب الليه، الناس الاكيله بقى اللي عارفه الاكل صح هي بتحب الليه يعني. بس طبعا حسب ما هو موجود عندك ليه حطي، سمنه بلدي اجمل ولا اروع، زيت زي ما ربنا مقسم لك اعملي. حطيت طبعا كده ونزلت ببصلايه كده متخرطه، وخلي تخريط البصل برضو يكون رفيع ما يكونش تخين. خرطت البصله زي ما انتم شايفين ونزلت بيها، وهبدا اقلبها التقليب بقى اللي انتم شايفينه ده. وطبعا تعالوا بقى للتركايه التانيه معانا. يعني احنا اول حاجه تقطيع السبانخ تقطيع رفيع، تاني حاجه ان احنا بنهبط السبانخ لوحدها في الحله على النار، تالت حاجه سليق اللحمه. لو انت عايزه اللحمه بتاعتك مش عايزه شوربه، اللحمه بتاعتك صغيره، انزلي بيها نيه على طول على البصله. طب لو انت عايزه شوربه زي حالاتي كده، سوي اللحمة نص تسوية، ما تسويش تسوية أو 3/4 تسوية، نص تسوية فقط لا غير. أنا عندي اللحمة زي ما انتم شايفين مسوياها نص تسوية، لأن أنا عايزة الشوربة. هعمل بيها حاجات تانية، وهزود بيها برضو السبانخ معايا، وهعمل شوية شوربة لسان عصفور. فطبعا هنزل بقى دلوقتي باللحمة معايا على البصلة، واخليها تاخد من طعم البصلة، والبصلة تاخد من طعم اللحمة، وياخدوا ويدوا مع بعض بإيه؟ بشكل ودي. عفوا يا جماعة. خلاص كده حسيت ان البصله معايا دبلت خالص، واللحمه كده. هنزل بقى بالتوميه الحلوه ديت معايا، طبعا التوم ده انا مفرزاه، جبت معلقه منه كده، وهبدا اشوح كله مع بعضه يدوني بقى طعم. واول ما ريحه التوم تطلع هنزل معايا بالتوابل زي ما انتم شايفين. تبلي بقى، حطي كزبره ناشفه، لان دي عامل اساسي للسبانخ، ما تقوليش مش هحطها، لا عامل اساسي. وحطي كمون، وحطي معلقه فلفل اسود، وحطي معلقه بابريكا، وقلبي الدنيا الحلوه دي مع بعض. وشايفين قربوا قربوا قربوا، شموا، شامين، شايفين، حاسين، حطوا لي لايك. قلبت بقى زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي كده، اللحمه معانا في البصل والثوم زي ما احنا قلنا، والريحه بتاعتهم كانت طلعت. نزلت عليهم بعصير الطماطم معانا، وهبدا اقلب مع بعض، وهسيبهم بقى تستوي اللحمه مع الطماطم ومع البصل والثوم كده، تديني طعم حلو، طعمها يبقى تحفه. وفي نفس الوقت متفق عليه معلقه السكر. وطبعا هتظبطي الملح ده على حسب ما انت عايزه. بس هقولك على التركايه الخامسه في السبانخ، ما تخليش السبانخ حادقه قوي، لان كل ما بتسخنيها بتزيد بتحدق، فالمفروض تقللي الملح بتاعها سيكه كده يعني. طبعا زي ما انتم شايفين هنا يا حبايب قلبي بقى التركايه السته مع بعض للسبانخ، ان انا اول ما السبانخ بتقلب الصلصه بتاعتها بتقلب، بجيب العروش الروس الحمراء بتاعتي اللي انا كنت راكناها دي، وبنزل على السبانخ في الصلصه، اخليها بقى تدي الطعم السكر بتاعها ده للحمه والصلصه مع بعض، وتستوي معاهم بتبقى تحفه. جربوها يا جماعة، والله طعمها جميل جدا جدا. خلاص بقى كانت خلاص السبانخ بقى، شايفين السبانخ معايا زي الفل معايا، ما حصلش فيها اي حاجة غير ان انا هبطتها بس، علشان الخضار بتاعها ما يخضرليش الطماطم ويخلي الطماطم معايا حادقة. لا انا خلاص كده ظبطت الدنيا مع بعض، نزلت بالسبانخ. الخضره بتاعتي بقى عايزاها زي ما هي كده بريحتها وجمالها، ما سلقتهاش، ما عملتش فيها اي حاجه. رحت نازله بالسبانخ ونزلت عليها بالخضره على طول، وهقلبهم مع بعض. وبرده مش هنزل عليهم باي حاجه، لان الخضره هتنزل ميتها، والسبانخ هتكمل سواها مع الصلصه. هغطي الحله بتاعتي وهسيبهم مع بعض زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. هنا كده بقى كانوا خلاص نزلوا الميه بتاعتهم.
السبانخ بتاعتنا دخلت على سوا. تعرفي امتى بقى السبانخ استوت؟ لما الورقه بتاعتها تبقى صفرة. اول ورقه السبانخ بتتحول من الخضار للصفار، اعرفي ان السبانخ معاكي كده استوت. وقلبيها تقليبه محترمه، وزودي بقى الشوربه معاكي بقى وقلبي كده. يا سيدي يا سيدي على الجمال يا سيدي. جبت بقى معلقتين بالظبط رز. بيتحط لها رز، بيتحط لها لسان عصفور، بيتحط لها حمص، بيتحط لها فريك. الاربع حاجات دول بيتحطوا للسبانخ. وممكن تعمليها ساده، يعني ممكن ما تحط لهاش اي حاجه. انا حطيت معلقتين رز غسلتهم وصفيتهم وحطيتهم، بس هما معلقتين اتنين بس. هخلي الرز بالظبط ياخد قلبة واحدة فقط لا غير مع السبانخ. وهزود السبانخ بتاعتي واظبط الملح بتاعي. وخلاص السبانخ بتاعتي استوت يا جماعة. مش بتسوي الرز، لا ما بسويش الرز اطلاقا، لان الرز لو سويته هيزيد قوي. انا بزوده وبخليها تقلب قلبة واطفي عليه، وهو بيستوي معاها ما يستويش ويعجن. قلبت السبانخ زي ما انتم شايفين، وطبعا زودي السبانخ شويه كده بس معانا، علشان بحيث ان السبانخ لما تزوديها شويه الرز هيكمل معاكي وهيديك القوام اللي انت عايزاه المطلوب. طبعا كانت خلاص هنا بقى السبانخ سايباها هتغلي معايا، وبدات اعمل الطشه التحفه الجميله. 6 اسرار من اسرار السبانخ يخلولك السبانخ تروح، الريحه تروح توصل اخر الدنيا. كده كان معايا بقى التومه. بدات ان انا اقلب التومه زي ما انتم شايفين اهو. هحمرها وهحط عليها معلقه من الكزبره الناشفه، وهطشها في وش ايه السبانخ. الله الله على الريحه يا سيدي، على الريحه يا سيدي. لو معايا مش قادره اقول لكم كنتوا كلتوا السبانخ اكل. هنا بقى هنزل بقى كده بالتومه معايا، بس مش هقول ايه، مش هعمل كده، عشان كده ايه، دي بتاعه الملوخيه. الشهقه دي بتاعه الملوخيه مش بتاعه السبانخ، متفقين؟ خلاص كده يا حبايب قلبي، هحط بقى معلقتين كده وانزل التومه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين. ومعايا بقى السبانخ كده كانت زي الفل معايا، شكل وطعم وريحه وحاجه كده من الاخر بصراحه. سبانخ ام احمد توديكي اخر الدنيا. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، اللون والشكل والطعم ده اسرار السبانخ زي ما قلت لك. طب لو عايزه تفرزيها هتفرزيها ازاي؟ هتاخدي السبانخ تغسليها، تحطيها في الحله، تسيبيها تهبط، وبعد ما تهبط تسيبيها لما تبرد، تعبيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. يعني هتخرطيها وتحطيها في الحله وتهبط، وبعد كده تحطيها في اكياس بعد ما تبرد وتحطيها في الفريزر عندك. ادي دي بالنسبه لي لو انت عايزه تفرزي السبانخ. يبقى احنا كده ايه، خلاص عرفنا بقى السبانخ بتاعتنا وعرفنا اسرارها. شايفين شكل السبانخ؟ والله العظيم حاجه كانت تحفه، تتاكل كده اكل يعني. بدأنا بقى نحط السبانخ زي ما انتم شايفين كده بقى، وهنبدأ بقى كده نغرفها مع بعض عشان اوريكم شكلها في الاخر. وشايفين شكل الحله، اللون احمر زي ما انتم شايفين، جميل جدا. الطعم كان ولا اروع. طبعا ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب لمطبخ الرضا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله.